السلام عليكم. الحقيقة ده أول فيديو بعمله، وأنا كنت يعني مش من هواة قوي إن أنا أنزل بفيديوهات أو كده، وكنت بتابع السوشيال ميديا عادي، لأن طبيعتي يعني إن أنا متابعة للسوشيال ميديا والإعلام بصفة عامة. لكن القرار بتاع تمديد مهلة تقنين الأوضاع للاجئين والسادة الضيوف، يعني بصراحة يعني كان قرار بصراحة مستفز. ليه؟ لأن احنا مش احنا أجلنا مرة واتنين، ودي التالتة، ويا رب تكون التالتة تابتة يعني. بس يعني السنة ديت هيحصل فيها تغييرات كتيرة جدا، لأن احنا في ناس قاعدة عندنا بقالها 14 سنة، فهي مش محتاجة ان انت تديهم مهلة تانية سنة عشان يعرفوا ان دي دولة، وان ليها قوانين، وان هو لازم يقعد بأوراق، مش قاعد كده سبيل. وبعدين يعني انت بعد 14 سنة، واللي قاعد مثلا بقاله سنتين افتكر ان هو عنده اولاد، وافتكر ان هو مش عارف ايه. طب يا جماعة، احنا قلنا انت جاي لاجئ، وقلنا ما عندوش حاجة، ويا حرام يعني الحقوق كده طب ما هو نازلين شراء في الشقق، نازلين شراء في كل حاجة، يعني نازلين شراء في المحلات. فين بقى اللاجئ دوت اللي هو معهوش ومسكين، واحنا احتضناه، يعني احتضنا واحنا احتضنا هذا اللاجئ يعني بهذه الحجج. طب يعني الحل ايه يعني؟ المصري مثلا يشوف له حتة يقعد فيها؟ يعني هل دي مثلا شقة مأجرينها مثلا، فقالوا طب نقعد شوية لحد نديله؟ ده صاحب البيت مش بيديك مهلة تقعد، صاحب البيت العمارة يعني ما بيدكش مهلة سنة عشان تقعد، عشان تديله الأجرة، ولا عشان تعدل نفسك في المكان اللي انت قاعد فيه. يا جماعة كده كتير جدا على المصريين، ويا ريت القرار ده يعني اللي خده بصراحة يعني يعرف ان عواقبه وخيمة جدا 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 جدا، لان في ناس كتير مستاءة، وفي ناس كتير اترمت في الشارع، وفي ناس كتير السادة اللاجئين دلوقتي اللي بقوا سماسرة وما شاء الله يعني معلمين كبار، بقوا يطردوا المصريين او يقولوا لهم ما فيش سكن للمصريين، لان هم اشتروا فيه عمارات، اشتروها من بابها. فالرحمة الرحمة 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 للمصريين.